السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. كل عام وحضراتكم طيبين. عاد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. هذا اليوم بنتكلم عن السودان الأخوة السودانيين. احنا عندنا اولا في مصر ما يقارب 7 مليون سوداني عايشين في مصر، عايشين الحمد لله عيشة كريمة وعيشة بدون اي اساءات. واللي ليه اخ ولا قريب ولا اي جار في مصر عايش سوداني في السودان يسأله، يقولوا المصريين بيعاملوك ازاي في السودان، يقول له ازاي بيعاملوك المصري بيعاملك ازاي في مصر. تمام. لكن حاليا من فترة طويلة واحنا مستحملين ليه؟ ان احنا الحمد لله بنحافظ على حقوق الجار اللي معانا. ومن زمان الاخوة السودانيين معانا محترمين وكويسين، واحنا برضو بنبادلهم نفس الشعور الحمد لله. طبعا فيهم اقلاء دول انا بسميهم يعني كخاصة ليه دول بتوع فتن، بيفتنوا ناس على ناس ودولة على دولة. بس الحكومة عندنا الحمد لله الحكومة المصرية عارفة ازاي تتعامل مع الناس دي. تمام. العيال اللي بيتكلموا دول على السوشيال ميديا عامة او في اليوتيوب او في اي موقع تواصل اجتماعي، فيسبوك، تويتر، تيك توك، اي موقع او اي منصة على السوشيال ميديا، قلت كثير وقليل ان مصر خاينة، ومصر هي العدو اللدود للسودان. ده منين؟ احنا بنستفيد ايه منيكم اصلا يعني احنا ايه اللي بناخده من السودان غصب مثلا، او ايه اللي احنا خدنا عليها وحطينا ايدنا عليها خدناه من السودان؟ ايه هو حد يجاوبني يقول لي ايه هو خدناه من السودان؟ بالعكس، احنا بنفتح دراعتنا للسودان ولاي دولة عربية جاية عندنا او اي حد. عندنا الحمد لله والشكر لله كذا دولة عايشين في مصر برعاياهم، عايشين في استقرار وعايشين في اكنهم مصريين، مش اكنهم جايين نازحين من بلادهم، لا لا سمح الله. واحنا الحمد لله الدولة الوحيدة الحمد لله اللي مش بتعمل مأوى او اي حاجة للاجئين. احنا بنسميهمش لاجئين، احنا بنسمي الناس دي عندنا في مصر ضيوف. الرئيس بتاعنا حفظه الله الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها عامة، احنا بنسمي الناس دي ضيوف عندنا وعلى راسنا. عندنا السوريين، واكيد يعني نسمع عن بلادهم اكيد كل عارف. ربنا ان شاء الله يتولانا برحمته ويتولاهم باذن الله وبلادهم تتصلح وتبقى احسن واحسن. عايشين في مصر اكنهم بلدهم والله. يعني انا شفت سودانيين وسوريين في مصر اكنهم بلدهم. لا الحكومه بتاخد منهم جنيه ولا بتاخد منهم اي حاجه. ليه؟ عشان دي مصر ام الدنيا. ام الدنيا. في ناس بتبقى مغزوزه منها، عندها نغزه انها ازاي مصر ام الدنيا. طب ده مش انا ولا انت اللي قلت، احنا طلعنا كده او انت طلعت كده لقيت مصر بقت ام الدنيا. ام الدنيا عشان خاطر حياة كتير، عشان خاطر حاجات كتير، وعشان خاطر انها مصر بتحتضن الناس، بتحب احتضان الناس اللي حواليها يجينا. مش احنا الحمد لله وحشين مع حد علشان الناس تتجي عندنا. لا، لو الدولة وحشة ودولة ما فيهاش مثلا تقدير لأي حد بيجي عندنا أكيد كان الوضع كان اختلف. عندنا يمنيين، عندنا سوريين، عندنا سودانيين، عندنا هنود، عندنا باكستانيين، عندنا من جميع الجنسيات في مصر عايشين زيه زي المصري. مش بيدفع ولا جنيه في مصر، لا بيدفع رسوم ولا بيدفع رسوم تأشيرة ولا بيدفع رسوم إقامة ولا بيدفع رسوم إنه عايش في بلد خالص. بالعكس، بيفتح له محل، بيتعايش، بيفتح له كل حاجة ماشية مع الحمد لله. طبعا السودانيين اللي قلنا عليهم من شوية إنهم دول بتوع الفتن وبتوع الشوشرة والإشاعات. بيقول لك مصر هي العدو اللدود للسودان. طب منين هي عدو اللدود للسودان؟ احنا كان بيننا وبينكم تجارات متبادلة،
مش تجاره احنا بناخد وانت لا لا، تجاره متبادله. انت بتدينا مثلا مواشي او احنا بنديك مواد اغذيه، يعني تجاره، محدش بيتكلم في الكلام دي. التجار بتوع السودان بيودوا مصر، احنا مش ذنبنا يعني ان في تجار عندكم بتودي مصر. خلاص يا اخي انتوا منحتوهم، صح؟ منحتوهم من فتره، طب منحتوهم وحرقتوا العربيات الترلات بتاعت المصريين وسكتنا، محدش قال حاجه. ليه؟ انها مصر بتحب تحافظ على الجار، على الدوله الصديقه المجاوره ليه. احنا عندنا مشاكل مع اثيوبيا. طيب انت، احنا عندنا مشاكل مع اثيوبيا، دخلت معنا في حاجه؟ طبعا لا، قاعد من برا تتفرج. وبالعكس بتقول اثيوبيا اخت بلادي، يعني السودان اخت اثيوبيا. يا اخي مبروك عليكم انتوا التنين، وهنجوزوكم دريه. بس لما انت دلوقتي حصل عندكم التضارب اللي حاصل حاليا والانفلات اللي عندكم، جاي دلوقتي كم واحد شايفهم انا ومش عايز انزل لهم مقاطع اللي كانوا يقولوا يشتموا على مصر ويعملوا، دلوقتي بيعتذروا. لا مصر شكرا، ومصر مش عارف. لا يا حبيبي، احنا ما بنعوز الشكر لحد. احنا لما بنعمل كأساسيات كمنظمة مصرية شغالة، انها مثلا مش عايزة كلمة شكرا دي، لا. احنا الحمد لله والشكر لله، مصر دايما دايما بتحتضن اي حد جاي عليه، تمام. لكن ان انت يحصل عندك الضرب تقول مصر هي أس الفتنة، ليه؟ مصر ازاي أس فتنة عندك؟ ايه دخلنا الدولة بدولة بدي؟ انتوا اللي طلعتوا حمدين او حمدت ده، انتوا اللي طلعتوه، مش مصر يعني طلعتوا. ده واحد من عندكم، برهان ده من عندكم ولا مش عندنا احنا؟ الجيش ده بتاعنا احنا اللي بيضرب جيشكم انتوا مع بعضكم. ربنا ان شاء الله يريح الامور عندكم ويفك الكرب ده ان شاء الله، وتبقى الامور ترجع باذن الله احسن من الاول. احنا بندعي لكم يعني محدش بيحب الخراب في البلاد اللي بالمجاوره دي، وربنا يحقن دماءكم ودماء الناس كلها. حصلت عندنا كثير من الوشات في مصر، والحمد لله مصر قامت بيها وراحت من عندنا ضحايا، وراحت حصل كثير. والناس السوشيال ميديا كله معروف ايه اللي كان يحصل عندنا في الجيش وايه الارهاب اللي خش عندنا. الحمد لله والشكر لله. نتحي تحيه عسكريه للجيش المصري بتاعنا ورئيسنا، ان الحمد لله قضينا على المشوار ده، والحمد لله يعني والشكر لله. قاعده اقليه باذن الله، بس الجحور خايفين يطلعوا. جايين دلوقتي تقولوا مصر تفتح لنا معبر. طبعا فتحت لكم معبر اليوم، من امس اليوم المعبر شغال يجيب سودانيين على مصر. هاتوا، شفتوا بقى؟ كنا قادرين لما انتم بتقولوا مصر هي اس الفتنه، اسم الفتنه واس الفتنه واس يعني حكاوي كتير. لكن الحمد لله والشكر لله، عمرها مصر ما قفلت بابها في وش اي مواطن جاي برا يخش عايز يعيش في مصر، او عايز يستقر في مصر، او عايز يخش في مصر. انتوا ليه لما عارفين ومتاكدين انها مصر امن وامان على اي مواطن جاي من برا غريب عليها، ليه لما هتحبوا تروحوا لها؟ المعبر حاليا معبر والله مش فاكر اسمه لسه شايفه، بيستقبل اكثر من 200 او 300 سوداني داخلين من حدود حوالين الخرطوم، الحدود الامنه يعني، داخلين المعبر كويس، وفي باصات بتنقلهم على المكان اللي هم عايزينه. الحمد لله والشكر لله. ده مصر دي، يا مصر اللي كنتوا تقولوا عليها بتاعت فتنه، وهي اللي مخربه السودان. كنا قادرين والحكومه قادره تسيبكم تضربوا ببعض، احنا ملناش دخلك في الحته اللي بيني وخلاص، ربنا عادي يعني الموضوع. لكن لا، مصر شوف عملت ايه. بالرغم ان انتوا كنتوا شوف يعني ودعكم، لو احنا مثلا كمصريين بيقولوا مصر ومش مصر لها اس الفتنه في الموضوع اللي انتوا شغال فيه عندكم ده، اكيد يعني كنا دخلنا سريع تدخل في العساكر كانت محتجزه في السودان. طب ليه كده؟ الناس اتقي الله، السودانيين خاصة، الناس اللي على راسنا من فوق، الناس المحترمة بس. لكن في ناس فيكم بتوع فتن وبتوع مناوحات وإشاعات على الفاضي. سيبنا منهم، خلينا في الناس المحترمة اللي احنا عارفينها ومعاشرينها، وربنا إن شاء الله يفك كربكم ويحقن الدماء السودانيين، وترجع السودان أحسن من الأول بإذن الله. لا تنسونا في الاشتراك في القناة ودعمكم للقناة.
لو على السودان عايز يشترك عندي مش مشكلة عادي، هقبلك يا عم عادي. مع تحياتي لكم بفارس السعيد، لا تنسونا بالاشتراك. في امان الله وحفظه.